أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الأمير. النهاردة معانا حلقة مليانة بالصفقات والأخبار والحصريات النارية والانفرادات. النهاردة معانا حلقة فيها صفقات وفيها أخبار وكل ما يدور في الساحة الرياضية. النهاردة معانا حلقة إن شاء الله تكون حلقة جميلة وحلقة لذيذة. ما تنسيش تعمل لايك في الفيديو ده لو يستحق اللايك. ما تنسيش تعمل مشاركة وما تنسيش تشترك في القناة. والنهاردة معانا حلقة لذيذة مليانة بالتقييمات والصفقات. يلا بينا نبدأ الحلقة. الموضوع الأول معانا موضوع أشرف بن شرقي. موضوع أشرف بن شرقي حصل عليه الجدل ما بين إن هو راح النادي الأهلي وفي تفاوض مع النادي الأهلي، وما بين إن هو في تفاوض مع نادي الزمالك وتفاوض مع نادي الزمالك وتفاوض مع النادي الأهلي. وأشرف بن شرقي راح النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي مضى مع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي راح نادي الزمالك، وأشرف بن شرقي راح النادي الأهلي. ففي الآخر أشرف بن شرقي يقترب من نادي بيراميدز. أشرف بن شرقي يقترب من نادي بيراميدز بشدة بنسبة 70%. أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق ولاعب الجزيرة الإماراتي الذي فسخ تعاقده من قبل. أشرف بن شرقي يقترب من نادي بيراميدز وبشدة، بس نادي بيراميدز أما يشترط إن هو يخفف المرتب بتاعه، لأن مرتب أشرف بن شرقي كبير. مرتب أشرف بن شرقي يصل إلى 2.5 مليون دولار أو 2 مليون دولار، ما يقارب حوالي 75 أو 60 مليون جنيه. فأشرف بن شرقي لو قدرت إدارة نادي بيراميدز تخفف المرتب بتاع أشرف بن شرقي، يبقى كده لاعب جديد في بيراميدز وهو أشرف بن شرقي. وفي في نفس الموضوع في شرط ثاني إن إبراهيم عادل في عرض ليه. فهو لو إبراهيم عادل اتباع هيبقى أشرف بن شرقي لاعب في نادي بيراميدز جديد. يبقى أشرف بن شرقي بنسبة كبيرة في نادي بيراميدز بس لو إبراهيم عادل اتباع، أو في حالة تخفيف مرتب أشرف بن شرقي اللي هو ما يقارب حوالي 65 أو 70 مليون جنيه في الموسم الواحد. يبقى بنسبة كبيرة الموضوع الأول معانا انتهى، وموضوع أشرف بن شرقي وأشرف بن شرقي رايح فين. الموضوع الثاني معانا موضوع طارق حامد. طارق حامد لاعب اتحاد جدة بعد تعاقد اتحاد جدة السعودي مع كانتي. كانتي لاعب تشيلسي نجم الوسط العالمي. يبقى كده بنسبة كبيرة إن هو طارق حامد بغى اتحاد جدة، بس لهذه اللحظة طارق حامد موجود في اتحاد جدة، بس طارق حامد عنده عرضين. العرض الأول من نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، والعرض الثاني من نادي بيراميدز. هو في حالة إن نادي الزمالك حاليا يمر بأزمات. بس لو طارق حامد نادي الزمالك الموضوع الفلوس أو المبالغ المادية أو الاستقرار المادي في نادي الزمالك كان كويس، فطارق حامد وأشرف بن شرقي كانوا هيروحوا نادي الزمالك. بس في حالة التدهور المادي لنادي الزمالك طارق حامد بنسبة كبيرة هو أشرف بن شرقي هيروحوا نادي بيراميدز. الموضوع الثالث معنا موضوع سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ المدير الكورة السابق بالنادي الأهلي والحالي مدير الكورة بالنادي الأهلي خالد بيبو. مدير الكورة بالنادي الأهلي السابق سيد عبد الحفيظ يقترب من إحدى القنوات العربية لتقديم برنامج في الموسم الجديد، تقديم برنامج إعلامي. سيد عبد الحفيظ حصل إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي كمدير كورة بالتوفيق لسيد كابتن سيد عبد الحفيظ. وسيد عبد الحفيظ الخطوة القادمة بنسبة كبيرة هي قناة إحدى القنوات العربية قد تمثل عرض لتقديم برنامج إعلامي في الموسم الجديد إعلامي. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع
يفرح نادي الزمالك شوية. موضوع في رجل أعمال بدون ذكر أسماء، رجل الأعمال دويتي قرر إن هو يتحمل أو هيقبض لاعبي نادي الزمالك المرتبات أو الفلوس المتأخرة أو المستحقات المتأخرة. يبقى في رجل أعمال، ده موضوع مطرح لجماهير الزمالك، قرر إن هو يتكفل مستحقات لاعبة الزمالك، وهو بنسبة كبيرة بدون ذكر أسماء رجل الأعمال ده هو اللي هيتكفل بالمستحقات الكاملة الباقية وهيدفعها للاعيبة. يبقى كده بنسبة كبيرة كده في مشكلة اتحلت لنادي الزمالك. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع منصور كولر. منصور كولر السويسري، منصور كولر العبقري، مدرب النادي الأهلي، كابتن خطيب، قرر إن هو جلس معاه وعمل اجتماع معاه، وهو أما تفاوضوا ومحاول يعني يجدد التعاقد معاه. منصور كولر مدير فني النادي الأهلي، العقد بتاعه هينتهي مع الصيف يعني هو باقي له سنة، بس هو كابتن خطيب عايز يزود له سنة كمان عشان يبقى في سنتين تعاقده. وبنسبة كبيرة منصور كولر المدير الفني هو سعيد جدا وموفق جدا لتجديد التعاقد. وبنسبة كبيرة النادي الأهلي هيجدد التعاقد مع منصور كولر، ومنصور كولر باقي في النادي الأهلي، وهو سعيد إن هو موجود في النادي الأهلي. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع شيكابالا بعد ما عمل تصريح. كان في مشكلة ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس الاشتراكات والتعيينات بنادي الزمالك السابق ورئيس نادي السابق كابتن شيكابالا. كان عمل تصريح وكان في مشاكل ما بينه وما بين المستشار مرتضى منصور. قرر شيكابالا أو أحد المقربين فقال شيكابالا إن هو عاوز إن هو شيكابالا ومرتضى منصور يتصالح. هيحصل شيكابالا عمل 3 شروط. أول شرط تجديد مستحقات لسبورتنج لشبونة. ثاني شرط دفع المستحقات الباقية للاعيبة. وأنا كنت قلت قبل كده إن المستحقات الباقية للاعيبة هيتكفل بها رجل الأعمال اللي هو لم يفصح عن اسمه. ثالث شرط اعتذار الأمينين قناة نادي الزمالك بشيكابالا بعد ما بدر منهم من بعض الكلام كده، وشيكابالا كان رفض هذا الكلام. يبقى دفع المستحقات، دفع راموس سبورتنج لشبونة، اعتذار إعلاميين قناة الزمالك عشان يحصل صلح ما بين شيكابالا وما بين المستشار مرتضى منصور. الموضوع اللي بعد كده معانا موضوع هو أحمد أبو الفتوح. موضوع أحمد أبو الفتوح ده موضوع كبير. موضوع أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح أديله 6 شهور لم يتقاضى أي جنيه، ليه مستحقات باقية، وهو تقريبا فاضل له موسم أو نص موسم وانتهى العقد بتاعه مع نادي الزمالك. فأحمد أبو الفتوح اشترط أن هو يحصل على 25 أو 30 مليون جنيه يتقاضاهم لتجديد التعاقد مع نادي الزمالك وحصوله على المستحقات المتبقية لتجديد التعاقد مع نادي الزمالك. أحمد أبو الفتوح فاضله 5 شهور وانتهى التعاقد مع نادي الزمالك. فأحمد أبو الفتوح هيشترط إن هو لو جدد نادي الزمالك، لو جدد لنادي الزمالك، نادي الزمالك هيدفع له 25 أو 30 مليون جنيه بالمساواة مع أحمد سيد زيزو، زائد إن هو يدفع نادي الزمالك
المستحقات المتأخرة لأحمد أبو الفتوح، وبنسبة كبيرة أحمد أبو الفتوح باقي في نادي الزمالك. والنوش اللي هو حصل على السوشيال ميديا ده، وأحمد أبو الفتوح راح أحمد أبو الفتوح جه، بنسبة كبيرة جماهير نادي الزمالك ترفع أحمد أبو الفتوح باقي. ولو حصل يعني جديد انا هطلع اظهر لكم، بس بنسبة كبيرة احمد ابو الفتوح باقي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناة ومشاركة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والنهاردة كان معانا حلقة مليانة بالحصريات والأخبار والصفقات.